السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة. اليوم غادي نوريكم العطرية ديال الدجاج محمر ولا مشوي ولا اللي ديري بها الدجاج في الشوايه او تحمريه او طيبيه في كسكسو. كنديروا 2 معالق ديال الكركم والخرقوم، وكنديروا عفوا 3 المعالق ديال الكركم، 3 المعالق ديال السكينجبير، 2 معالق ديال البزار، 2 معالق ديال التحميره، نتوما معلقه كبيره ديال السودانيه، وكنديروا الكمون 2 معالق ديال الكمون، وكنديروا الملح حسب الذوق. كندير الملح تقريبا ديك 2 معالق ديال الملح، وكنديروا معلقه ديال السمن والزيت، 4 كاس ديال الزيت، مفوتوش 4 كاس ديال الزيت اللي كندير، ومعلقه ديال السمن. هانتوما كتشوفوا معلقه ديال السمن، قولوا تقريبا ديك نص معلقه. وكندير الماء وكنخلط هاد العناصر مزيان، كاس ديال الماء اللي كنخلط به مزيان حتى كنخلط هاد العناصر كيندمجوا مع بعضياتهم. وجربوا الشرموله هذه راه تجي رائعه رائعه، وقلت علاش ما نشاركش مع المتتبعين ديالي خارج الوطن وداخل الوطن، نشارك معكم هاد العطريه هذه اللي كندير انا، وكيجيني الدجاج محمر رائع وفي الشوايه كيجي زوين. وهاد الاقامه راه فنه جربوها. وكنسلم عليكم خارج الوطن وداخل الوطن، وكنبغيكم بزاف بزاف. دابا انا نوريكم الدجاج كيفاش كشديتو. الدجاج مغسول على حقه وطريقه، كنغسلو بالحامض كيجي رائع، وحتى كنقيه مزيان وكيستقطر. عاد كيمكن ليا نشاملو. هانتوما تشوفوا الدجاج راه مشامله على حقه وطريقه. يا سلام كنشهيكم ياك. وانا بصراحه ما كذبش عليكم كيعجبني الدجاج ملي كيكون محمر كيجي زوين في الفران. هذا ديريه في الفران هذا. كنديرو في الفران. كنطيب مثلا جوني الضياف كيكون عندي الفروج مشرمل ناضي كنجبدو كامل، كندير به كسكسو حتى يجي حتى هو غزال. هاد الدجاج هذا خديتو مرصوات فخيضات وهذاك الاخر ديال الشوا، الكلوطيني ديال اللي غندير شويه، وكذلك حتى هما شرملتهم بنفس المقام نفس الاقامه اللي درت. شرملتهم هادو كتشامليهم وكتحطيهم عندك فما كتبغي تجبدي ديري شويه كتجبديهم وكتشويهم كيجيو رائعين. وجربوهم البنات هاد العطريه اللي عطيتكم راه غزاله بزاف بزاف. وشحال ديال صحاباتي لاقوا عندي الدجاج وقالوا لي شكرا على الاقامه اللي عطيتهم. نتمنى يعجبكم هاد العطريه اللي عطيتكم ان شاء الله. وعندك ما تبخلوش عليا من لايك ومن ابوني وجيم وبارطاجيو بزاف ديال الفيديوهات ديالي مع لي زامي ومع الحباب. وهنا عندي لكم واحد المعقوده كتجي زوينه. كناخذوا بطاطا كتكون مسلوقه، كنقيها، كندير معلقه ديال الكمون، كندير البزار عفوا سودانيه، وكندير المعدنوس انتما كتشوفوا المعدنوس، وشويه الملح. وكنخلط هاد العناصر مع بعضياتهم مزيان كيف ما تشوفوا. حتى ما كنوجدهم من قبل نفس الخدمه. جالسه عندي هاد النهار خاوي، قلت علاش ما نوجدش كلشي وتحطيه في الثلاجه كترتاحي. بالنسبه للبطاطا ما كنخليهاش بزاف، ما كتفوتش يومين صافي. هنايا ما كنخليهاش بزاف البطاطا. هاد البطاطا هذه بعد ما كتدعقيها مزيان حيت هي كتبغي تدعقيها مزيان. وعاد كتشوفوا التكوار على هذا الشكل هذا. نتوما التكوار كيفاش غادي يجي التكوار ديالها باش كتصدق ليكم. كتبقي تكوريها على هذا الشكل جمعيه وكتلول بها هكا، ومن الجوانب كتجمعها حتى هي كذلك، ومن بعد كتقرصيها
باش ملي كترميها في الزيت كتجي رائعه ان شاء الله. من بعد غادي نوريكم كيفاش غادي نطيبها. دابا حاليا اليوم يلا كنوجد داكشي ما طيبتش، ما ان شاء الله ملي غنطيبها ولا بدا غادي ندير معكم فيديو تشوفوا كيفاش كطيب وكيفاش كتجيني انا زوينه معقوده. هذه هي الطريقه ديالها. شوف كنستفها بحال هكا وكنخليها ان شاء الله. مازال غادي نوريكم التتمه ديال معقوده كتجي رائعه. من بعد ان شاء الله ما كانش بقى لي الوقت باش غادي نكمل لكم التتمه ديالها. من بعد ان شاء الله غادي ننزلها لكم في فيديو. وجربوا هذيك العطريه وديروا جيم وديروا ابوني وبارطاجيو مع لي زامي، وكنبغيكم بزاف. والى اللقاء في